في شائعات كتيرة بتتكرر كل فترة إن الإندومي بيعمل تسمم وممكن يموت. يا ترى الكلام ده حقيقي ولا مجرد إشاعة؟ السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده إن شاء الله هقول لك معلومة في السريع. هو فعلا الإندومي بيعمل تسمم؟ وفي نفس الوقت إزاي في حالات دخلت المستشفى بعد أكل الإندومي؟ النهارده هجاوبك على كل أسئلتك وهفهمك إيه الخطر الحقيقي وإزاي تنقذ نفسك لو حصل لك تسمم. اول حاجه لازم نعرفها ايه هو الاندومي او النودل سريعه التحضير. هي مكرونه معموله من دقيق القمح وزيت وملح، بيتضاف عليها بهارات ومواد حافظه ومونوصوديوم جلوتاميت، ده اللي بيدي طعم اللذه وبيخلي الناس تدمنه. المنتج ده مرخص في العالم كله وبيتبع معايير سلامه الغذاء. ليه الناس بتقول ان هو ممكن يعمل تسمم؟ اول حاجه بسبب سوء التخزين. العلبه لو متخزنه في درجه حراره عاليه الزيت بيتزنخ وساعتها ممكن تظهر السموم. تاني حاجه التقليد والغش. معظم الاندومي الموجود في السوق مضروب بس بيتباع لانه اصلي. تالت حاجة انتهاء الصلاحية. خلينا عارفين ان استهلاك منتجات منتهية الصلاحية بيعمل تسمم غذائي. رابع حاجة التحضير بمية ملوثة. الاندومي مشكلته انه بيحتوي على املاح عالية بتأثر على الكلى والضغط. طب ايه هي اعراض تسمم الاندومي؟ المغص الشديد والاسهال والترجيع وكمان الجفاف عند الاطفال، وفي الحالات الشديدة بيحصل سخونة وفقدان وعي. في بعض الدول اتسجلت حالات تسمم اندومي بعد اكل اندومي مغشوش او منتهي الصلاحية. منظمة الصحة العالمية ما قالتش ان الاندومي الاصلي بيعمل تسمم. المشكلة الأساسية في المصادر المجهولة وسوء الاستخدام والتخزين. أول حاجة هتشتري من مصدر موثوق وهتبص دايما على تاريخ الصلاحية، متخزنوش في حرارة عالية ومتخليش الأطفال ياكلوا منه كتير، وما يكونش بديل لوجبات غذائية متكاملة. تعالوا نعرف ازاي تنقذ نفسك لو حصلك تسمم من الاندومي. أول حاجة هنعملها إن احنا هنعوض السوائل، هندي بيديالايت أو ORS، وبلاش تاخد أدوية توقف الإسهال من نفسك. لو في ترجيع او دم لازم تروح المستشفى فورا. الاندومي الاصلي مش سم قاتل زي ما بيتقال، لكن برضه مش اكل صحي. خطورته بتظهر مع التخزين السيء او المنتجات المغشوشه، او لما يتحول لوجبه اساسيه يوميه. لو حصل تسمم من الاندومي لازم تتحرك بسرعه، ولازم تعوض السوائل اللي جسمك بيفقدها. صحتك اهم من اي وجبه سريعه، وخليك فاكر ان الاعتدال والوعي هما السر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.